بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أخباركم إيه؟ إحنا النهاردة مع بعض دي مراجعة إن شاء الله كده الهندسة. دي مراجعة الهندسة. تمام؟ هي متسجلة وهسجلها لكم إن شاء الله عشان خاطر إيه؟ اللي هو الامتحان بتاعكم مش نفس المواعيد. فدي إن شاء الله تسمعوها كده يوم مراجعة كده. طيب. أول حاجة عندنا حساب مثلثات، كان في عندك إيه؟ كان بيقول لك زاويتان متكاملتين النسبة بين قياسهما، زاويتان متكاملتان النسبة بين قياسهما نسبة 3 إلى 5. أوجد قياس كل منهما بالتقدير الستين. طيب انا بتكلم بقى في امتحان هنعمل ايه؟ هنفرض ان الزاويتين 3 س و5 س. يبقى هقول له اذا 3 س زائد 5 س بيساوي 180، يعني 8 س ب 180، يعني س بيساوي 180 على 8 في الاخر يبقى 22 ونص. طب انا عايز بقى الزاويتين، يبقى قياس الزاويتين 3 في 22 ونص بالآلة واعمل بيساوي كومات، يطلع معاك 67 درجة و30 دقيقة. والزاوية الثانية 5 في 22 ونص بيساوي 112 درجة برضه 30 درجة. ده كده كان أول سؤال بيجي في حساب مثلثات وسؤال سهل بيتكرر يعني. طيب تاني حاجة كان عندنا النسب المثلثية، طبعا كلنا عارفين الجاء مقابل على وتر، الجاتا مقابل على وتر، الظا مقابل على موجب. فالراجل بيقول لحضرتك هنا مثلث ممكن يبقى راسم ممكن مش راسم. مثلث أ ب ج قائم في ب، وأ ب بيساوي 6 سم وأ ج بيساوي 10 سم. اوجد قيمة جتا ألف جا ج زائد جا ألف جتا ج. طيب إيه أول حاجة هعملها؟ هروح أرسم زي ما هو إيه؟ مثلث قائم في ب ألف باء ج. ده ب 10 سم، ده ب 6 سم. فاضل ب ج. ب ج ده موجود؟ لا، يبقى هجيبهم في فيثاغورس وده من ضمن خطوات الحل. يبقى ب ج بيساوي جذر 10 تربيع ناقص 6 تربيع ب 8 سم، واروح اكتبها على الرسم. نيجي بعد كده هو اثبت ولا اوجد قيمه؟ اوجد قيمه، يبقى نعوض. الجتا الف، الجتا مجاور على وتر. طب والجا ج مقابل على وتر. جا الف مقابل الالف على الوتر في جتا ج مجاور الجيم على الوتر. هيطلع الكلام ده بيساوي واحد. طيب. فكره تانيه معايا يا حبايبي، الراجل بيقول لك هنا برضو مثلث اسمه ا ب ج قائم في ب، وكان 2 ا ب بيساوي جذر 3 ا ج. اوجد النسب المثلثيه الاساسيه لزاويه ج. تمام. ادي احنا معانا مثلث زي ما الراجل كان قايل اهوت ا ب ج. المعامله خد وهات وعمك عشان مات. يبقى ا ب على ا ج بيساوي كام على كام؟ جذر 3 على ب. فمن هنا ركز بقى عشان لخبطها. ا ب بجذر 3 وا ج ب 2. خد بالك لو بدلت هتبقى مساله غلط. طب وب ج من فيثاغورس جذر 2 تربيع ناقص جذر 3 تربيع بيساوي 1. طبعا لو انت فاهم رياضه هتكتب لي هنا كلمه وحده طول، او تكتب ايه مثل. لو نسيت مفيش مشاكل، بس الصح انك تكتب. هو كان عايز ايه بقى؟ النسب المثلثيه الاساسيه لزاويه ج، يعني جا ج وجتا ج وزا ج. طب ومنع الجا مقابل على وتر يبقى جذر 3 على ج. طب والجتا مجاور على وتر، مجاور واحد على 2. الظا بيساوي مقابل على مجاور، يبقى جذر 3 على 1 فيها الجذر 3. في مسائل بقى تانية او نوعية تانية من المسائل سهلة وبسيطة. الراجل بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان حضرتك معاك مثلث والراجل عطينا رسمه ا ب ج ده ب 6 سم، والراجل بيقول لي اذا كان ظ ج بيساوي 3 على 4 اوجد لي طول ا ج وطول ب ج. الله. طب تمام، انا في المساله دي هعمل ايه؟ هروح اجيب الظا من على الرسمه واجيب ظا زي ما هو كاتب. هنجيب ظا كام على الرسمه واجيب ظا زي ما هو ايه كاتب. الظا من على الرسمه بكام بقى؟ الظا من على الرسمه من على الرسمة الظا بتساوي جذر 3، يعني بتساوي 6 على أ ج. يبقى احنا معانا كده ظا ج بيساوي 6
على باء ج. طب هو كاتبها كام على كام؟ 6 على باء ج. هو كاتبها بيساوي 3 على 4. هنعمل مقص، يبقى باء ج بيساوي كام في كام على كام بقى؟ بيساوي 6 في 4 على 3. يدينا 8 سم. ده كده ب 8 سم. طب انا اجيب ده ب 8 سم، اعرف اجيب الف ج؟ اه، من فيثاغورس. يبقى الف ج بيساوي كام؟ بيساوي جذر 6 تربيع زائد 8 تربيع بيساوي 10 سم. تمام. كده احنا جبنا ده وجبنا ده. طيب، عند حضرتك ايه تاني بعد كده؟ والله بعد كده انا معايا مساله برضو مهمه. الراجل بيقول لي لو في مثلث اسمه ا ب ج قائم فيه باء، وكان فيه 24 ظ ج ناقص 7 بيساوي صفر. اوجد قيمه ظ ا ج ج. دي حاجه، دي معادله، فانا هحلها ازاي؟ الظ ج بيساوي كام على كام؟ 7 على 24. هروح ارسم زي ما الراجل ما قال كده. ده مثلث قائم اهوت في باء زي ما الراجل قال. هو الظ بيساوي ايه على ايه؟ مقابل على مجاور. يبقى ده 7 ده ب 24، يبقى فيثاغورس ده بكام؟ ب 25. برضه وحدة طول ونكمل. هو بقى عايز جايه جتا ظا اللي هو عايزه. طيب، في مسألة هنا حبايبي مهمة جدا وفكسها كده سهلة وبسيطة خالص. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الراجل طالب منك. لا اله الا الله. بيقول لك أ ب ج مثلث متساوي الساقين. فيه أ ب بيساوي أ ج، وكان جاء أ على الاثنين بيساوي 4 على 5. ايه المطلوب؟ والله المطلوب مني ان الراجل بيقول لي اوجد جتا ب. طب سهل. هنعمل عمل، هننصب ده كده أ د عمودي على باء ج. العمودي بينصب زاوية الرأس، يبقى دي نص أ، يعني أ على 2. طب هو كان قايل أ على 2 بيساوي كام؟ أ على 2 بيساوي 4 على 5. الجاي يبقى مقابل على وتر. طب هو مش طالب منك جتا ب، يبقى برضه بتساوي كام؟ 4 على 5. نيجي بعد كده عندنا برضه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وفكرتها برضه سهلة وبسيطة. اللي هي ايه؟ مسائل بتاعت شبه المنحرف. طبعا المسائل بتاعت شبه المنحرف حضرتك بتتقرا مره واثنين وثلاثه قبل ما ابتدي احل. يعني مش هقرا مساله واحل على طول كده. لا، استهدى بالله. أ ب ج د شبه منحرف، وقياس زاوية ب 90 درجة. اه كده تمام. أ د ده ب 6، أ ب ده ب 3، ب ج كلها ب 10. اثبت إن جتا د ج ب ناقص ظ أ ج ب بيساوي نص. وماله يا عم؟ نثبت ما نثبتش ليه يعني؟ أول حاجة هنروح نعمل عمل. يبقى العمل نرسم د ه عمودي على باء ج. ده بستة، ده بستة، اتفضل كمل 10. 4. طب أ بقى بتلاتة، يبقى ده الهاء برضو بكام؟ 3. 3 4 يبقى ده 5. وكل اللي حصل ده اسمه من هندسة الشكل، اسمه من هندسة الشكل. يبقى دلوقتي احنا معانا ايه؟ معانا العمل نرسم د هاء عمودي على باء ج. طيب هو بيقول اثبت صح؟ اه، طالما اثبت يبقى طرف ايمن وطرف ايسر. في الطرف الايمن هنعمل ايه بقى؟ هنجيب جتا د ج ب. الجتا بتساوي ايه؟ مجاور على وتر. المجاور ده بأربعة على وتر 5 ناقص ظا ألف جيم ب. ألف جيم ب اللي هو مقابل 3 والمجاور 10، يطلع بيساوي نص، يعني بيساوي الطرف الأيسر. طب حضرتك بقى مسائل الاختيارات نعمل فيها ايه؟ تعال نشوف يا عم مسائل الاختيارات نعمل فيها ايه. أول حاجة معانا في الاختيارات يا حبايبي، الراجل بيقول لحضرتك هنا إذا كان في مثلث اسمه أ ب ج فيه قياس زاوية أ ب 85 درجة،
وكان جا باء بيساوي جتا 2 باء، يبقى قياس زاوية ج قياس زاوية ألف ج بكام درجة؟ بص بقى، واحد الا كده، احنا معانا جا بيساوي جتا، امتى جا يساوي جتا؟ والله جا يساوي جتا لو الزاويتين مجموعهم 90 درجة. تمام. طب دول كام ب؟ ب و2 ب، يعني 3 ب ب 90، يبقى الب الواحدة بكام؟ ب 30. طب ده الراجل بيقول ان ده مثلث اسمه أ ب ج. أ دي ب 85 وب انت لسه جايبها بكام؟ 30. تعرف تجيب ج؟ اه، يبقى 180 ناقص 85 زائد 30 بيساوي 65 درجة. طيب في حاجة تانية، ايه هي؟ ان احنا معانا ظا ج بيساوي، او ظا ه بيساوي ايه؟ الظا بيساوي ج على جتا، الظا بيساوي ج على جتا، ده طبعا لنفس الظا. ده كده كانت كل افكار الدرس الاول. طيب الدرس الثاني كان بيتكلم عن النسب المثلثيه لبعض الزوايا الخاصه اللي هي 30 و60 و45. اول مساله معانا كانت بتتكلم في ايه؟ كان الراجل بيتكلم ان جا 30 بيساوي نص، جتا 60 بيساوي نص، ظا 30 بتساوي 1 على جذر 30. طيب بيقول لي هنا بقى اثبت ان جا 60 بيساوي 2 جا 30 جا 30. هو طبعا بيقول بدون الاله، بس انا برضه بحل بالايه؟ بالاله. والطرف الايمن بيساوي جا 60 بيساوي كام بقى؟ جا 60 الجا 60 بيساوي نص، بيساوي جذر 3 على الاثنين. طب والطرف الايسر 2 في نص في جذر 3 على الاثنين، يطلعوا الطرفين كده متساويين، يبقى اذا الطرفين متساويين. طيب نكمل يلا حبايبي. يبقى كده اذا الطرفان مالهم متساويين. طيب في سؤال تاني، الراجل بيقول لي بقى اوجد قيمه س. يبقى مش ايه، مش اثبت، لا اوجد قيمه س. اذا كان 2 جا س بيساوي جا 30 جا 60 زائد جتا 30 جا 60، اوجد س حيثين زاويه حاده. طبعا قلت لك حيثين زاويه حاده ديت عشان تبقى الجمله بس رياضيا صح. طب تمام. فيبقى 2 جا س بيساوي جا 30 بنص في جتا 60 برضه بنص زائد جتا 30 جا زائد على 2 جا 60 بغاز على 2. يبقى 2 جا س زي ما هي بيساوي، كل ده اتحسب هيدينا واحد. هنا ركز ركز يا دكتوره، هنقسم على الاثنين الاول، مش هعمل شيفت ساين، هقسم الاول على 2. يبقى جا س بيساوي نص، اذا س بتساوي كام درجه؟ 30 درجه. طيب معانا ايه تاني؟ معانا مساله يا جماعه مهمه. بيقول لحضرتك هنا معانا مستطيل ا ب ج د، وراسم كده ده ب 25 وده ب 15. طالب مني مطلوبين، عايز يعرف قياس زاويه ا ج ب بكام درجه، وعايز يعرف مساحه المستطيل بكام سنتي. طب تمام. اول حاجه معايا هنا ا ج ب ديت انا عارف لها ايه؟ والله بص كويس كده، انا عارف لها مقابل وعارف لها وتر، يبقى ج. تمام. يبقى انا اقول له كده ان ج زاويه ا ج ب بيساوي 15 على 25 شيفت ساين، يبقى قياس زاويه ا ج ب بتساوي 36 درجه و52 دقيقه و11 ثانيه، بس اللي جنبها 63 زاويه يبقى 12 ثانيه. طب بالنسبه بقى للمساحه طول في عرض، يبقى انا هروح اجيب ب ج من فيثاغورس. 25 تربيع ناقص 15 تربيع بيساوي 20 سم. هتبقى المساحه بتاعتنا بتساوي طول في العرض مش نص، نص ضرب مثلث. يبقى هنا 15 في 20 بيساوي 300 سنتيمتر ايه؟ مربع. طيب عندنا مسألة اللي هي بتاعت السلم، كانت مسألة برضو سهلة وبسيطة وفكرتها جميلة. بيقول لي سلم أ ب يستند طرفه العلوي أ على حائط رأسي وطرف السفلي ب على أرض أفقية، فإذا كان زاوية ميل السلم على الأرض هي 60 درجة. طيب إيه كمان؟ وكانت ج هي مسقط أ عموديا على الأرض. تمام. برضو عايز إيه بقى؟ أوجد طول أ ج، أوجد طول إيه؟ أ ج. طب تمام. انا عشان اجيب طول الف ج هنجيبه ازاي ده بقى؟ الف ج ده بيمثل ايه للزاويه بتاعتي؟ مقابل. طب والسته وتر، مقابل مع وتر يبقى ج، مقابل يبقى ايه؟ ج. فيبقى احنا معانا كده ج 60 بيساوي الف ج على 6، ونعمل
مقص. يبقى ألف ج 6 في جا 60 بالآلة يديك 3 جذر 3 متر. لو الراجل طلب منك في أبسط رقم، على أقرب رقم 10، الأقرب متر، الأقرب سنتي، أي حاجة، هحوله عادي 10 وأقرب. ما طلبش خلاص، هي كده 100 100. طيب، كانت في برضه مسألة تانية. الراجل بيقول لك أ ب ج د شبه منحرف. ده بخمسة وده بخمسة وده بخمسة. اوجد قياس زاوية ب وقياس زاوية أ ومساحة شبه منحرف، وده ب 11. هنعمل عملين، هننزل عمود من هنا وهننزل عمود من هنا. ده بخمسة ده بخمسة، يبقى اتفضل لك من 11 6، هنا 3 وهنا 3. 5 3 ده بأربعة، 5 3 بأربعة. كده أنت معاك زاوية ب، هتلاقي إيه؟ هتلاقي كله مقابل ومجاور وطري. أي حاجة هنجيب جا ب 4 على 5، يبقى قياس زاوية ب هتساوي 53 درجة ومش عارف 47 دي أو حاجة كده. طب قياس زاوية أ بكام؟ هنطرح 180 ناقص الرقم ده، فهيطلع بيساوي 126 درجة و52 دقيقة و12 ثانية. طب انت جبت الكلام ده منين بقى يا مستر؟ هنا كانت 7 دقايق 48 ثانية. والله احنا عندنا ده شبه منحرف، يعني ده بيوزع، يبقى دي جبناها بالتداخل. طب عايز مساحة شبه منحرف. مساحة شبه منحرف بتبقى نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. القاعدتين واحدة ب 11 والتانية بخمسة، نص مجموع مش نص ضرب. في الارتفاع بتاعنا اللي هو كام؟ 4. فيبقى 8 في 4 ب 32، دي مساحة قاس بالسنتيمتر ايه؟ المربع. طيب، عند حضرتك هنا كان في مسألة برضو. كان بيقول لك ده مثلث متساوي الساقين، أ ب بيساوي أ ج بيساوي 12 و6 من 10 سم، وب ج بيساوي 84 درجة 24 دقيقة. اوجد طول ب ج. ماشي، هنعمل عمل نرسم أ د عمودي كده. ج د بيمثل ايه للزاوية؟ مجاور. طب والوتر و12 و6 ده وتر، يبقى جدع. يبقى جدع زاوية اللي هي 84 درجة 24 دقيقة بيساوي د ج على 12 و6 من 10. المقام ده واحد ونعمل مقص. فده ج بيساوي 12 و6 من 10 في كوزين 84 كومات 24 دقيقة بيساوي، ويطلع رقم. طب أنا عايز ب ج يا مستر، يبقى الرقم ده مش هكتبه، هسيبه زي ما هو بس أضربه في كام؟ في 2. فيطلع 2 علامة 4 5. كان بيقول لي مقربا الناتج لأقرب رقم عشري واحد، يعني تقريبا 2.5 سم. ده كده بالنسبة لحساب المثلثات. طيب، بعد كده كنا دخلنا في الهندسة على أول حاجة قانون البعد بين نقطتين. جميل طبعا. طيب، الراجل بيقول لي هنا اثبت ان، او بين، اسف، ان هو المثلث من حيث اضلاعه. بين ان هو مثلث من حيث ايه؟ اضلاعه. فانت عندك الف ب ج. والله هتروح تجيب الف ب بقانون البعد اللي هو الجذر التربيعي، مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات، وب ج نفس الكلام، والف ج نفس الكلام. طيب، بعد ما حلينا المساله طلع معايا ده بخمسه جذر 2 وحده طول، طلع ده بجذر 37، طلع ده بجذر 37 وحده طول وحده طول. طبعا مش شرط، يعني بتكلم كمثال. بقول له ايه بقى؟ بقول له بما ان ب ج طلع بيساوي ا ج، اذا المثلث ا ب ج متساوي الساقين. طب لو الثيتا بيساوي، تمام، يبقى كده المثلث هيبقى متساوي الاضلاع. لو مفيش ولا واحد بيساوي التاني يبقى كده المثلث مختلف الاضلاع. طب لو قال لي باقي نوع المثلث بس بالنسبه بقى لزواياه، مش بالنسبه للاضلاع، بالنسبه لايه؟ لزوايا. هنجيب ا ب زي ما جبنا كده، وطلع مثلا بيساوي 6 جذر 5، وبقى ج طلع بيساوي 8 جذر 5، وألف ج طلع بيساوي 10 جذر 5. أنا عايز بالنسبة لزاوية، يبقى هنجيب كده
جنبها، إذا أ باء كل تربيع بيساوي 180. إذا باء ج كل تربيع بيساوي 320. إذا بربع ده، أ ج كل تربيع بيساوي 500. بما أن بقى مين الكبير؟ أ ج كل تربيع بيساوي أ باء تربيع زائد ب ج تربيع. إذا المثلث أ باء ج قائم في باء. طب عايز مساحته. مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. مين القاعدة الارتفاع؟ الصغيرين. نص في 6 جذر 5 في 8 جذر 5. يطلع ب 120 وحدة مساحة أو وحدة مربع. طيب، كان في مسألة تانية بيقول لك اثبت إن النقط تقع على دايرة مركزها مين؟ والله إحنا معانا الدايرة اهيت، وده المركز. هنا أ ب ج، طبعا ما فيش رسم. يبقى حضرتك هتروح تجيب م أ وم باء وم ج، يطلعوا التلاتة قد بعض. يبقى إذا النقط تقع على دايرة واحدة مركزها مين؟ طيب، بعد كده كان عندي السؤال مهم أوي 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 أوي، اللي هو إيه؟ اللي هو العكس. يعني إيه العكس؟ إن حضرتك الراجل يقول لك أ بس وخمسة، وباء بستة وواحد، والبعد بينهم 2 جذر 5 وحدة طول. أوجد قيمة س. السؤال ده مهم جدا على فكرة. تمام، بيقول لي إذا كان البعد بين النقطتين دول بيساوي كذا، طب نعمل إيه إحنا بقى؟ والله إحنا هنجيب الجذر. يبقى جذر كام؟ س ناقص 6 كل تربيع، 5 ناقص 1 كل تربيع بيساوي كام؟ 2 جذر 5. إيه اللي بيشيل الجذر؟ تربيع. يبقى هنا هيبقى س ناقص 6 كل تربيع، 5 ناقص 1 4 تربيعها 16، 2 جذر 5 تربيعها بيساوي 20. ده هيطلع بره بعكس الإشارة. يبقى س ناقص 6 كل تربيع بيساوي 4. هاخد الجذر التربيع، وبالله عليكم ما تنسوش موضوع موجب وسالب. واوعى تنسى، تفتكر موجب وسالب وتنسى الجذر نفسه، عشان في ناس بتعمل كده. يبقى س بيساوي 6 و2 8، وس بيساوي سالب 2 زائد 6 يديك موجب 4. كانت في نفس المسألة كان برضه بيقول لك أ بتساوي س و3 وب 3 و2 وج 5 و1، وكان اوجد طول ده. اذا كان ا ب بيساوي ب ج، دي بعد مش ميل. المساله دي بعد مش ميل. هنجيب الجذر بيساوي جذر، وبتربيع التليفون وتكمل المساله. طيب، المسائل بقى يا حبايبي اللي بتيجي عندي في الحته دي في الاختيارات، في كذا مساله تيجي اختيارات هنا. اول سؤال طبعا، النقطه سالب 3 4 بتبعد عن محور السينات قد ايه؟ بتبعد عن محور الصادات قد ايه؟ بتبعد عن نقطة الأصل قد إيه؟ واحد ولا إيه؟ لا إله إلا الله. تبعد عن محور السينات بقيمة الصوت، محور السينات بقيمة الصوت، يعني بأربعة وحدة طول. طب تبعد عن محور الصادات بقيمة س، يبقى 3 وحدة طول، طبعا ما فيش طول بالسالب. طب تبعد عن نقطة الأصل، لا لو قال لي تبعد عن نقطة الأصل يبقى احنا نجيبها قانون بعد، يبقى بين سالب 3 و4 والنقطة صفر وصفر. يبقى جذر كام بقى؟ سالب 3 ناقص صفر تربيع، و4 ناقص صفر تربيع، هيطلع بيساوي 5 وحدة طول. طيب، عند حضرتك دلوقتي الراجل بيقول لك سؤال تاني برضو من الأسئلة بتيجي في اختيارات. إذا كان دائرة مركزها نقطة أصل، دائرة مركزها نقطة أصل وطول نصف قطرها بيساوي 2 وحدة طول، أي من النقط تنتمي للدائرة 2 و1، ولا سالب 1 و2، ولا جذر 3 و1، ولا 2 وجذر 5؟ هنعمل إيه؟ هنحسب كل واحدة مع النقطة صفر وصفر بقانون البعد. يبقى جذر 2 ناقص صفر تربيع زائد 1 ناقص صفر تربيع بيساوي، يطلع بجذر 5. غلط. نحسب يطلع جذر 5. غلط. نحسب دي جذر 3 ناقص صفر تربيع وواحد ناقص صفر تربيع، هيطلع بيساوي 2 وحدة طول.
يبقى فعلا ده بينتمي لين للدايره. طيب البعد بين المستقيمين، والسؤال ده يا جماعه برغم إنه سؤال سهل في ناس بقى. البعد بين المستقيمين ص ناقص 3 بيساوي صفر، وص زائد 2 بيساوي صفر. طبعا دي احنا خدناها كتير. من هنا الصاد ب3، من هنا الصاد بسالب 2، يبقى 5 وحدة طول. جميل. طيب يجي بقى في الامتحان يضحك عليك يقول لك ص ناقص 3 بيساوي صفر، وص بيساوي 2. تيجي انت طبعا حافظها 5 وحدة طول. لا يا حماده، هنا ص بيساوي 3، هنا ص بيساوي 2. يبقى من الاثنين للثلاثة كام وحدة طول؟ وحدة طول واحدة، هي واحدة بس. ده كده كان ايه قانون البعد. تاني درس معانا كان قانون المنتصف. طبعا بنجمع س زائد س على 2 وص زائد ص على الاثنين. طيب عند حضرتك ايه هنا؟ اول سؤال معانا ان الراجل يجي قايل لحضرتك كده: اذا كان ا ب قطر في دائره مركزها م، ماله بقى؟ الميم ديت كانت بخمسه وسبعه، ونقطه ب بتساوي 8 و11. اوجد احداث ا ثم اوجد محيط ومساحه الدايره. ماشي، نجيب يا عم اللي انت عايزه، حاضر من عينيا. اول حاجه انت هترسم دايره عشان بس تفهم نفسك. ادي دايره، ادي المركز اهوت. ده الميم مركزها 5 و7، ودي ب 8 و11. طبعا دي الف مش عارفها هسميها س طيب ها يلا هنعمل ايه بقى احنا دلوقتي؟ هنقول له س زائد 8 على 2، وص زائد 3 على 2، ص زائد 11 على 2، بيساوي النقطة اللي في المنتصف اللي هي كام وكام؟ 5 و7. يبقى هنضرب في 2 عشان نغير المقام. يبقى س زائد 8 وص زائد 11 بيساوي 2 في 5 ب 10، و2 في 7 ب 14. يبقى س زائد 8 بيساوي 10، يعني س بيساوي 2، وص زائد 11 بيساوي 14، يعني ص بيساوي 3. هتبقى نقطة ألف بتساوي 2 وكام؟ و3. طيب لو طلب محيط الدايرة هنجيب م ب بقانون البعد. المحيط بتاعنا انتوا حافظينه طبعا بيساوي كام؟ 2 باي. الباي بكام؟ والله على حسب. قال لك باي ب 22 على 7 تكتبها 22 على 7، ما قالش هنسيبها زي ما هي واسمها كده في حاجة اسمها بدلالة البعد. طيب في مسألة تانية برضو مهمة بنقع فيها كتير، ان هو يديني 3 نقط وعايز النقطة الرابعة عشان يكون الشكل بتاعنا مستطيل او مربع او متوازي، اي حاجة من الحاجات دي. طيب هنعمل ايه؟ انا بروح ارسم رسمة كده على جنب زي ما الراجل قال: ألف ب6 وصفر، ب 2 وسالب 4، ج سالب 4 و2. اوجد احداث د راجع للشكل المستطيل وماله. اول حاجة هنسمي النقطة د دي س وص. طيب بنجيبها ازاي بقى؟ بنجيب ان القطران بينصف كل منهما الاخر. يبقى انا اول حاجة هعملها، القطران بتوعنا بينصف كل منهما الاخر. يبقى هجيب منتصف مين أ ج كام بقى؟ يبقى 6 زائد سالب 4، أو 6 سالب 4 على طول على 2، وصفر زائد 2 على 2، فيطلع 1 1. يبقى النقطة اللي في النص دي كده 1 و1. طب تمام حلو. يبقى إذا إيه بقى؟ يبقى إذا س زائد 2 على 2، وصاد سالب 4 على 2 بيساوي النقطة اللي في النص اللي هي كام وكام؟ 1 1. بنضرب في 2 زي ما قلنا من شوية، فيبقى س زائد 2 وصاد ناقص 4 بيساوي 2 في 1 ب2، و2 في 1 برضه ب2. يبقى الأول بيساوي الأول، يعني منها س بصفر، والتاني بيساوي التاني، يعني ص بيساوي 6. يبقى نقطة د بصفر و6. طب بالنسبة للمنتصف بالنسبة للاختيارات حاجات برضه سهلة. يقول لك إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف قطعة مستقيمة اي بي. تمام؟ هنعمل إيه؟ والله في الحالة دي أنت هيبقى عندك النقطة كام وكام؟ 2 وسالب 5 بغير إشارات، يبقى سالب 2 وموجب 5. طيب
يجي بعد كده حضرتك يسألك يقول لك لو محور السينات بينصف النقطة كذا. اه، محور السينات بينصف او محور السينات ينصف، بغير اشارة. تمام. يبقى محور السينات ينصف او محور السينات ينصف، بعمل ايه؟ اغير الاشارة. يعني ايه بغير اشارة؟ يعني لو كانت 2 تبقى سالب 2، لو سالب 2 تبقى موجب 2. طيب الميل يا مستر، طبعا الميل كلنا عارفين فرق صاد فرق السينات، او سالب معامل سين معامل الصاد، او ظل. طب اثبت النقط تقع على استقامة واحدة. بجيبها بالميل اسهل. يعني الراجل بيقول لي هنا إذا كانت النقطة ألف صفر وواحد، ب س وثلاثة، ج اثنين وخمسة، مالهم؟ إذا كانت النقط دي تقع على استقامة واحدة، فإن إيه بقى؟ أوجد قيمة س. طيب صح. بقول له والله بما أن النقط تقع على استقامة واحدة، يبقى إذا إيه؟ ميل ألف ب بيساوي ميل ألف ج. طيب ميل ألف ب يبقى كام؟ يبقى 3 ناقص 1 على س ناقص صفر. طب وألف ج؟ 5 ناقص 1 على 2 ناقص صفر. 3 ناقص 1 2 على س ناقص صفر فيها 5 ناقص 1 4، 2 ناقص 0 فيها الاثنين. وهنا نعمل ناقص، وطبعا بضرب فيه بقسم عليه، يبقى 2 في 2 على 4 فيها الواحد. طيب كان في سؤال هنا مهم وبيجي كتير جدا 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 جدا، اللي هو بايه ده؟ بيقول لي اذا كان المستقيم المر بالنقطتين كام وكام؟ 3 و1 و2 وكاف. ده المستقيم الاول. طب المستقيم الثاني بيصنع زاويه 5 45. اوجد قيمه كاف لو كانوا متوازيين، لو كانوا متعامدين. طيب انا كده كده هجيب مين الاول واجيب مين الثاني. مين الاول بكام؟ كاف ناقص 1 على 2 ناقص 3، يعني كاف ناقص 1 على سالب 1. طب ومين المستقيم التاني؟ ظا 45 بيساوي 1. طب نعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي الراجل بيقول لك ان المستقيمين دول متوازيين. طيب لو المستقيمان متوازيين يبقى الميلين متساويين. يبقى كاف ناقص 1 على سالب 1 بيساوي 1. ومقام واحد ونعمل ناقص، يبقى كاف ناقص 1 بيساوي سالب 1، يعني كاف بيساوي 0. طب ولو كانوا متعامدين؟ اما بقى لو كانوا متعامدين يبقى كاف ناقص 1 على سالب 1، هقلب بقى يبقى سالب 1. وبرضه نعمل ناقص، يبقى كاف ناقص 1 بيساوي سالب 1 بيساوي 1 اسف. يعني هنا كاف بيساوي 2. السؤال ده مهم جدا. كان في مسألة برضه سهلة بس ما اتقالتش من زمان قوي وما جاتش في ولا امتحان. واحنا اتفقنا يا جماعة ان مش شرط السؤال عشان خاطر بيجي في الامتحانات يبقى هو لازم يجي. في أسئلة ما بتجيش في امتحانات بس ممكن تيجي السنة دي عادي خالص. زي السؤال ده. الراجل بيقول لك ألف ب ج د. ألف بتساوي ب بتساوي ج بتساوي اوجد إحداث ج. ومالها؟ ألف كانت بتسعة وسالب 2، ب بتلاتة واتنين، ج بس وسالب س، د بأربعة وسالب 3. طب إيه اللي أنا ممكن أشتغل عليه في المسألة دي؟ هو الراجل هيعطيك توازي. تمام. يبقى مستقيمان متوازيين يبقى ليهم نفس الميل، ليهم نفس الإيه؟ الميل. يبقى أنت عند حضرتك هنا ميل ألف باء يساوي ميل ج د. ميل ده بكام؟ سالب 2 ناقص 2 على 9 ناقص 3. طب وميل ده بكام؟ سالب 3 زائد س على 4 ناقص. قبل ما نعمل مقص هي دي بالفعل هيديك سالب 2 على 3. ابسطها عشان احسب بيه بسهوله. يلا سالب 3 في 9 في 3 بسالب 9، 3 في س ب 3 س. سالب 2 في 4 بسالب 8، سالب 2 في سالب س بموجب 2 س. هنجمع دول في طرف ودول في طرف فتطلع الس واحده بتساوي 1. يبقى نوع ده س ج بواحد وسالب 1. كانت س وسالب.
المعادله الميل طبعا كلنا عارفين بيساوي سالب عامل س عامل ص، والجيم اللي هو الجزء المقطوع بيساوي ص ناقص م. يبقى ص بيساوي م س زائد ج ده الميل وج ده الجزء المقطوع. لو عايز اجيب الجيم لوحدها في طرف ص ناقص م س. طيب هنا نقول حاجه مهمه يا جماعه. ايه يا رب؟ هنا حضرتك عشان تجيب اي معادله لازم تعرف ميل وجزء مقطوع. طب بتجيب الجزء المقطوع ازاي؟ بانك بتعوض بالنقطه اللي المستقيم بيمر بيها. بتعوض بالنقطه اللي المستقيم بيمر بيها. مستقيم مر بالنقطه دي بنعوض عنها. طبعا المعادله ده من اهم الدروس اهم الدروس اهم الدروس اللي هو هتلاقيه في كذا مساله في الامتحان مش مساله واحده. نفكرك بس بكام مساله كده سريعا. انا عايز اجيب الميل والجزء المقطوع من المعادله دي. هضرب في حاجه تشيل مقام، هضرب في 6. فيبقى هنا 6 على 2 فيها 3 س، 6 على 3 فيها 2 ص، بيساوي في 6 ب 6. بس الميل بقى يبقى كام؟ سالب معامل س على معامل ص. طب الجزء المقطوع من محور مين؟ الصادات، فبنضع س بصفر. يبقى 6 على 2 فيها الثلاثه. طيب بيقول لك اوجد معادله المستقيم الذي يقطع جزئين موجبين من محوري الاحداثات مجرهما 4 و9. والله يا مستر كده هو بيمر بالنقطه ديت اللي هي 4 و0، وبيمر بدي اللي هي 0 وكام؟ و9. كده انت معاك نقطتين هتجيبهم الميل وتروح تعوض باي واحده تجيب الجزء المقطوع. طب وليه؟ هو الجزء المقطوع بكام؟ ب9. طب اوجد معادله محور تماثل قطع مستقيمه. اوجد ايه؟ معادله محور تماثل قطع مستقيمه. ومال يا عم تجيب معادله محور تماثل قطع مستقيمه؟ ايه المشكله يعني؟ طيب محور تماثل قطع مستقيمه نفكرك مع بعض كده. هو مستقيم عمودي عليها من منتصفها. يبقى دلوقتي الراجل هعطيك الف وهعطيك ب وعايز معادله محور التماثل. الف بواحد واربعه ب بثلاثه واثنين. الراجل عايز يجيب معادله محور التماثل. طيب اول حاجه انا هجيب له ميل الف ب. يبقى 2 ناقص 4 على 3 ناقص 1. 2 ناقص 4 سالب 2 على 2 فيها السالب 1. يبقى مين العمودي؟ مين اللي انا عايزه بقى؟ فغير اشاره قلب يبقى 1. طيب فين النقطه اللي هعوض بيها؟ نقطه المنتصف. طب ليه؟ هو مر بألف ولا بج؟ مر بمنتصف ألف ب. يبقى أنت هتجيب منتصف ألف ب اللي هو هيبقى كام؟ 1 زائد 3 على 2 و4 زائد 2 على 2. 1 و3 4 على 2 فيها الاثنين، و4 و2 6 على 2 فيها الثلاثة. يبقى ج بيساوي ص ناقص م س. ص يعني 3 ناقص الميل اللي هو بواحد في السين بكام؟ فيدينا 1. فتبقى المعادلة بتاعتنا حبايبي اسمها ص بيساوي س زائد 1. اي حد بقى عنده اي سؤال ابعت لي على الواتس وانا احله معاك. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله السنه الجايه نشوفكم في اولى ثانوي كده ونتغرب مع بعض كده ان شاء الله على المنصه.